احمد بيقول لي شايف كام فريق ممكن ينافس على الدوري مع الاهلي والزمالك وبيراميدز. بص يا ابو حميد، الثلاثه اللي انت ذكرتهم دول هم اكتر فرق مؤهله ان هي تقدر تنافس على لقب بطوله الدوري، لانه الدوري والبطولات الكبيره بتبقى عايزه استقرار مادي واستقرار اداري واستقرار على مستوى السكواد اللي عندك وعمق في السكواد اللي عندك عشان تقدر تنافس على مدار فترات طويله. فالتلاتة دول هم أكتر تلات فرق مؤهلين، وتحديدا الأهلي وبيراميدز والزمالك. الزمالك دلوقتي وأنا بسجل الفيديو ده هو متصدر للبطولة، ولكن الأهلي وبيراميدز على الورق هم أكتر فرق مستقرة إداريا ماديا، عندهم عمق كبير جدا في السكواد بتاعهم. الزمالك بالليجاسي بالتاريخ بالجمهور بحاجات كتيرة جدا ممكن يعوض فوارق هو ممكن يكون اقل فيها من الاهلي وبيراميدز، فيقدر يكسب بطولة الدوري. ولكن لو حسبتها ورقة وقلم، اهلي بيراميدز الزمالك، ده نسب الفوز بالنسبة للثلاث فرق او ترتيبهم يعني. ويمكن ممكن يخش معاهم المصري، وان كان المصري هيبقى التحدي الاكبر بالنسبة له فكرة الاستمرارية، ان هو يقدر يستمر على مدار البطولة كلها.